تعال ألخص لك اللي حصل في اليوم الأول والتاني في الجولة ال17 في البريمير ليج، فيلا بينا. مبدئيا اليوم الأول ما كانش فيه غير ماتش واحد بس، كان يوم الجمعة ما بين توتنهام ونوتنغهام فورست. انتهى بنتيجة 2-0 لتوتنهام، في ماتش كان بتألق لكلوزوفسكي، سجل هدف وصنع هدف علشان يختم على الفوز لتوتنهام. بعد كده في اليوم التاني شفنا الماتشات كلها كانت بتبدأ تقريبا الساعة 5. أول ماتش كان تشيلسي وشيفيلد يونايتد، ماتش بعنوان تألق كول بالمر، برضه سجل هدف وصنع هدف علشان يبقى مشارك في كل أهداف الماتش، ويكتب الفوز لتشيلسي ب2-0 بعد سلسلة كده لا فوز بقالهم ماتشين أو 3 ماتشات. وبعد كده شفنا السيتي بتتعادل مع كريستال بالاس، بقالها 5 ماتشات ما كسبتش غير ماتش واحد بس، مع ان المفروض ان النهارده ما كانش فيه غيابات غير هالاند بس، والتشكيله كلها تقريبا كانت مكتمله. فغريبه شويه من السيتي ومش فاهمين ايه اللي بيحصل فيهم دلوقتي. وبس كده كان كل اللي في فيديو النهارده. اعمل لي لايك وفولو عشان نشوف كل جديد عن الفيفا وعن